السلام عليكم. اليوم راح اسوي الحلوى البحرينية، كلش طيبة لذيذة جدا جدا، انصحكم تجربوها. هاي ثاني مرة اسويها، يعني كلش طيبة. جربتها اول مرة نجحت عندي، وهاي ثاني مرة راح اسويها. المواد جدا بسيطة. عندي هنا كوبين سكر، هاي لازم يتكرمل. عندي هنا كوبين بنفس الكوب. عندي هنا كوبين مي، وملعقتين نشا. هاي خليت هنا ملعقة وهنا الملعقة الثانية، يعني ملعقتين نشا، كوبين مي، ملعقتين نشا. هاي راح اذوب النشا واخليه على جنب حتى من يتكرمل عندي السكر يكون جاهز. عندي مكسرات حسب الرغبة اللي متوفر عندكم. هنا أنا عندي كوب من الجوز والفستق الحلبي. عندي منقوع الزعفران بمي ورد. أنا ما خليت مي ورد لأنه ما أحب المي ورد، فخليت مي ملعقتين ومنقوع الزعفران. وعندي همين راح أخلي صبغة الزعفران ملعقة صغيرة، وهيل، وملعقتين كبيرة سمنة. أول شي لازم عندي يتكرمل السكر. وبالنسبة للسكر ما تحركوا، تخلوا على نار متوسطة، وبس تسوون هاي الحركة من تشوفوا يتكرمل يلا تحركوا. مثل ما تشوفون بدأ يتكرمل عندي. هسه بعد ما ذاب السكر تقريبا راح نحرك بالمقلاة ونذوب السكر. لازم السكر كله يذوب. اهم شي من تذوبون السكر بملعقة خشبية، يعني راح يكون كل ساخن، فانتبهوا. هسه بعد ما ذاب السكر لازم تتأكدون ما بقت اي تكتلات مال سكر. راح تضيفون، هسه راح اضيف كوبين مي، ملعقتين نشا. هسه راح تشوفوا راح يلزم السكر، بس عادي هسه كله راح يفتح اثناء التقليب، كله راح يذوب السكر مثل ما تشوفون. هسه كله راح يذوب. هسه مثل ما تشوفون كل السكر ذاب عندي، بقت قطعة. هسه كلها راح اذوبها، بس اهم شي تختارون مقلاة واسعة حتى تقدرون تحركون بيه بسهولة، والشغل يكون على نار متوسطة حتى لا يحترق السكر. كله راح يذوب السكر عندي. هسه بعد ما ذاب السكر راح اضيف ملعقتين سمنة. السمنة تنطي طعم كلش طيب. ملعقتين سمنة. اذوب السمنة. هسه اظل احرك لحد ما الخليط يسخن عندي. هسه راح استمر بالتحريك. عندي هذا المنقوع اللي سويته مال زعفران راح اضيفه. هسه اهم شي تظلون تحركون بها لحد ما تشوفوها تفصل. هسه عندي هيل، راح اضيف هنا هيل، ملعقة صغيرة تقريبا. شو الريحة ما شاء الله، ريحة الهيل والزعفران والسمنة حلوة كلش طيبة، انصحكم تجربوها. بعد يحتاج لها من تشوفوها تفصل بمكان واحد يلا ترفعوها من النار. هسه راح اضيف نص كمية المكسرات، ما راح اضيفها كلها. هسه شوية شوية بدأت تلم مثل ما تشوفون. هسه مثل ما تشوفون كملت عندي. من توصل هيج مرحلة خلاص ترفعوها من النار، انه بدأت تلم على جهة واحدة. هسه راح اخليها بصحن. هي من تبرد راح تمسك شوية بعد اكثر. هاي نعم راح اخلي من المكسرات.
واتركها تبرد حتى اشوفكم شكلها النهائي او القوام مالتها. كلش طيبة. وهذا الشكل النهائي للحلوى البحرينية، بس ما اقول لكم الطعم والريحة كلش كلش طيبة. جربوها وان شاء الله تعجبكم، انا متأكدة راح تعجبكم، بس هي يحتاج لها شوية وقت بس بالتحريك حتى يعني تكون مضبوطة، وهي طبعا كل ما تبرد راح تتماسك يعني اكثر. بس هذا القوام مالتها بعد نص ساعة انا تركتها، بس هي مثل ما قلت لكم كل ما تتركوها راح تتماسك اكثر. بالنسبة للمكسرات اي نوع مكسرات تحبون تضيفون، بس كلش طيبة. جربوها وان شاء الله تعجبكم. ارجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، واذا عجبتكم الاكلات اللي دا اقدم لها اتمنى تسووا لي لايك، وانتظروني الفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.